السلام عليكم حبايبي. النهارده هعمل الباميه بلحمه الموزه بالبصل الاورمه. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه والمكونات ايه. بصوا حبايبي، معايا نص كيلو بصل اورمه، ومعايا كيلو لحمه الموزه. خلاص حبايبي، ومعايا بهارات: ملح، فلفل اسمر، جنزبيل، جوز الطيب. خلاص حبايبي، يلا بقى معايا على البوتاجاز نشتغل فيها على طول. بص حبايبي، انا حطيت معلقتين سمنه بلدي كبار. اول ما تسخن على النار هنزل اللحمه على طول. اكيد هنزل اللحمه، بس انا مغطيه عليها. كده خلاص حطيت اللحمه كلها. نسيبها بقى تاخد الصدمه. نحط لها التوابل عشان بصوا حبايبي كده خلاص اتشوحت. هشيلها واحط البصل. بصوا حبايبي، حطيت البصل يستنى مكان اللحمه عشان ياخد من طعم اللحمه وطعم التوابل والسمنه البلدي. خلاص حبايبي، اشوحه بقى وبعدين اضيف اللحمه. خلاص حبايبي، بعد ما شوحنا البصل هنرد بقى اللحمه تاني. احط لها معلقه ثوم مفروم، وبعدين نحط عصير الطماطم. اغطي عليها وارجع لها تاني ما تسبك. بص حبايبي، انا لقيت ان الحله التانية صغيره عليها، قلبتها في حله اكبر. هتسبك بقى مع البصل الاورمه وارجع لها تاني. كده حبايبي خلاص اتسبكت. يلا بقى نحط الباميه. كده حبايبي حطينا الباميه. نسيبها لمدة ربع ساعة ونجيلها تاني. كده حبايبي خلاص البامية استوت. يلا نطفي عليها بقى ونقدم طبق.
وهنا كمان الرز استوى. كده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا الباميه بالبصل القوارمه ولحمه الموزه بطريقه سهله وبسيطه، والطعم والريحه بقى تجنن، مع رز بالشعريه وليمون مخلل. عجبتكم الوصفه؟ يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم منا كل وصفه جديده سهله وبسيطه. سلام عليكم.